أكتوبر. لا تزال أسرار حرب يوم 6 أكتوبر خفية، يتم الكشف عنها تباعاً ليتضح كيف ساعد الأشقاء العرب مصر في حرب الكرامة التي استردت فيها مصر شرف العروبة، ولقنت العدو الإسرائيلي درساً قاسياً في العسكرية بعدما كان يلقب نفسه بالجيش الذي لا يقهر. بعض هذه الأسرار المتعلقة بالاستعداد لحرب أكتوبر كشفها الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية السابق قائلاً: أنا أعرف الرئيس حسني مبارك منذ عام 1972 عندما كان قائداً للقوات الجوية المصرية، وكنا ندرب الضباط المصريين في السعودية سراً قبل حرب 1973 على طائرات اللايتنينج، ونجعلهم يلبسون الزي العسكري السعودي، موضحاً أن من بين الذين تدربوا استعداداً لحرب 73 الشهيد عاطف السادات، وهو شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من أوائل شهداء أكتوبر. الأمير السعودي كشف عن أسرار خطة الخداع المصرية السعودية قبيل الحرب عبر تدريب الضباط المصريين قائلاً: لم تكن بريطانيا تعلم أن السعودية تدرب الطيارين المصريين على تلك الطائرات كجزء من دعم الرياض للقاهرة في استعدادها لحرب أكتوبر 1973، مضيفاً: في إحدى التدريبات كانت هناك عواصف ضبابية على مطار الظهران، فتم تحويل الطائرات إلى البحرين، وإذا باتصال يأتي من البحرين للقاعدة الجوية في الظهران، وكنت أنا الضابط المناوب بالصدفة، وفي الاتصال من البحرين قيل أن هناك طائرة سعودية مخطوفة وعلى متنها مصري وبريطاني. حينها كاد الموضوع أن ينكشف، لكن قلت له: لا أرجوك، هذا ضابط سعودي والده تربى في مصر وأخذ عنه اللهجة المصرية. وعندئذ تفهم البحريني الموقف، وذهبت بنفسي وأخذت المتدرب المصري والمدرب البريطاني، وطلبنا طاقماً فنياً لتجهيز الطائرة وإعادتها للسعودية. ناقش في المشروعات والتدريب عندنا مشكلة. رفع ايده القائد الفرق قال له: يا فندم أنا عندي حل. قال له: ايه؟ أنا كنت بشتغل في سد العالي وممكن نستخدم خراطيم المية تنقل الكلام ده. قال له: انزل قابل مدير إدارة المهندسين. خدوا الفكرة وعرضوها على الرئيس عبد الناصر اللي أقر هذه الفكرة. وبرضه للتاريخ، اللي اشترى هذه المضخات معمر القذافي، وجابوا المضخات راحت ليبيا لان كانت اسرائيل متابعانا بره طبعا، فهو جاب على اساس انها للنهر العظيم في ليبيا، وجات ليبيا واتنقلت بره لحد القاهره. نشوف الصوره الثانيه بتاعت خط بارليف عشان الناس تعرف ايه اللي شوف بقى الطرق دي كلها، ودي عشان المركبات البرمائيه بتاعتنا تطلع بالبتاع ده. الصوره الثانيه برضو عشان الناس تعرف يعني قد ايه كان المشكله. شوف الارتفاع قد ايه، وشوف ان احنا شلنا كل الكلام ده بخراطيم الميه. جينا بقى نتكلم على خطه العبور.